الفيديوهات اللي هتشوفها دلوقتي هي مجموعة من أهم الفيديوهات للقضاء على التلعثم، على التأتأة، على اللثغات. ركز، اتمرن عليها كويس، خلي عندك صبر، ما تنساش تشترك معايا في القناة، ولو عندك أي استفسار سيبه في الكومنت. مجموعة من التمرينات الخاصة بعلاج لثغة الراء، الجزء الثاني. يا اهلا بيكم. الفيديو المنتظر اللي طلبه كتير جدا من الاولاد والبنات الخاص بازاي نعالج لثغة الراء او ما يسمى بلدغة الراء. طيب ده الجزء الاول، ارجوكم ركزوا على التمرينات اللي هنعرضها في اخر الفيديو. خلينا نقول ان هذا الحرف يحول الى بعض الحروف، فيحول الراء الى لام، فبنقول لامي، بدل ما نقول رامي نقول لامي، ممكن نقول غامي، ممكن نقول وامي، ممكن نقول آمي، ممكن نقول يامي. حلو قوي. طيب تعالوا بقى اللي عنده مشاكل في هذا الحرف ويحول إلى هذه الحروف، أول نقطة للعلاج قوي عضلة اللسان. ارجعوا لفيديو المصاصة اللي ضحكتوا عليه، ده مهم جدا. ارجعوا للفيديو اللي كنت بطلع لساني فيه وضحكتوا عليه برضو، فيديو مهم جدا لتقوية عضلة اللسان. تعالوا بقى نقوي عضلة اللسان دلوقتي. هتطلع لسانك بره وتضغط بصباعك بقوة. جميل. طلع لسانك تاني، اضغط. جميل. تاني. حلو. هنا ودوز. لا لا لا. اقرب حرف للراء هو اللام. لا 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 لا. حلو. ويبدا اللسان برضو يدخل جوه. تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. هنستكمل أداة مهمة جدا بنستخدمها للقضاء على اللثغات، وهي المراية. ليه بنستخدم مراية أثناء تمارين اللثغات؟ علشان تشوف حركة لسانك الغلط وتصححها. الناس اللي بتسألنا على اللثغات أو تحديدا لثغة السين، في 3 مشاكل بنواجهها في لثغة السين. بنسميها لثغة السين الأمامية لو في مشكلة عندي في الأسنان، ولثغة السين الجانبية ما بيطلع هواء من الجنب، وفي لثغة السين البلعومية اللي احنا بننطق حرف السين كأنه بنقول خ. فده اللي ان شاء الله هنناقشه معاكم الفترة اللي جاية. فيديو مهم جدا لكل واحد بيتكلم بسرعة وعايز يبطئ الكلام. تكنيك رائع جدا اسمه استخدام أصابع اليد المتحدثة. يعني ايديا دي هتتكلم، هقول لك تعمل ايه وانت بتتكلم. اكتب الكلام، يعني حط ايدك في جيبك كده وقول مثلا انا النهارده رايح المزرعه، هقابل اصحابي وهنعمل فولو، كومنت، اكسبلور لمستر وتيدي. ده يخليك تبطئ الكلام، وده الفيديو الاول. تابعوا باقي الفيديوهات ازاي كلامك يبقى بطيء. أقول لك على طريقة مهمة جدا في 6 خطوات تتخلص من أي لثغة أو أي لدغة. لو عندك مشكلة في حرف الراء، في حرف السين، في حرف الطاء، في حرف القاف أو الكاف، 6 خطوات لو اشتغلت عليهم تأكد إن أنت هتقضي على هذه المشكلة. أول حاجة، انطق الحرف لوحده. را را سين سين. 2، انطق الحرف في أول الكلمة رامي. انطق الحرف في وسط الكلمة فرح. انطق الحرف في آخر الكلمة عبير. انطق الحرف داخل جملة، أنا شفت عبير. آخر حاجة ودي نقطة مهمة جدا، اتكلم بالحروف وسط الكلمات مع الناس. نقطة في غاية الأهمية، نصيحة مهمة جدا، أرجوك اوعى تغفل تمارين التنفس. تمارينات عضلة اللسان اللي كنتوا بتضحكوا عليها مهمة جدا جدا جدا. سين 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 سين. ازاي تعالج لثغة السين الجانبية؟ السين اللي بتنطق شين. شمير شمير. طيب شام. طيب فنعالج، نضغط، نحط هنا اي حاجز عشان الهواء ما يطلعش من الجانبية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
را 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 ري 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 رو 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 را 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 را. الجزء الثالث من علاج لثغة الراء، ركزوا في خدعوك فقالوا ان اللدغات لا تعالج، بالعكس سهل جدا. لو انت لدغة بحرف من الحروف تعالج وتبقى جميلة جدا. خدعوك فقالوا ان اللدغات شيء وراثي، بالعكس شيء مكتسب، الطفل بيقلد ابوه وامه فبيبقى ألدغ. خدعوك فقالوا ان اللدغات تعالج بالتدريب فقط، لا، ممكن اللدغات تعالج بالجراحة. شين 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 سين سين. علشان نعالج لثغة السين الأمامية المفروض اللسان ما يطلعش بره الأسنان، فما نقولش ثامية ثمير، فاحنا عايزين نخلي اللسان ورا، فتجيب أي خافض أو عسلية علشان ترجع اللسان لجوه أو لتحت. سين 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 سين. جربوها. خير. الناس اللي بتسألني هل التأتأة ده عرض أم مرض؟ بنسأل اللي عنده مشكلة في التأتأة ونقول له يا ترى التأتأة دي ظهرت لك وانت صغير؟ فلو انت صغير يبقى ده مرض وقد يحتاج إلى تدخل جراحي. طب لو هي ظهرت لك وانت في فترة مؤقتة يعني وسنك كبير وظهرت من خلال كام شهر، يبقى دي تحتاج إلى دعم نفسي لأنه عرض. صباحكم زي الفل. اهلا بيكم. تمرين جديد من تمارين اعضاء النطق هو تمرين عضله اللسان. التمرين ده هيقضي على التأتأة، هيقلل التلعثم، كمان هيساعدك على انطلاق اللسان اثناء الالقاء. جربوه دول. ازاي ننطق حرف الخاء صح، او الناس اللي عندها لثغه او لدغه حرف الخاء اللي هي بتحول للحاء او الغين، فنقول له قول خروف يقول حروف، ودي كتير جدا سواء شباب او اطفال بيعانوا منها. تعالوا بقى نبدا معاكم أول حل لهذه المشكلة. هنبدأ نقول له تاني حاجة كأنه نايم، ممتاز. تالت حاجة هيغرغر. رابع حاجة. شوفوا على